أهلا بكم مع فيلم جديد من قناتكم المفضلة دايما قناة البش ملخصاتي. وفيلمنا النهاردة من فيلم اسمه سجين. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. بيظهر في بداية الفيلم سبب نزول الماوستين، وهو إن في واحد من اليهود عمل سحر للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن سيدنا جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكان السحر، فالنبي أرسل سيدنا علي للمكان وفعلا لقى السحر ودمره. وبعدها أنزل الله تعالى على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الماوستين، وهم سورة الفلق والناس. بنروح بعد كده لبيت الساحر إحسان، وبنشوف أوزنوار مع صاحبتها رحيل للساحر، وبيدخلوا عليه وبيسألهم الساحر إحسان عن السبب اللي جايين علشانه، وبتقول له أوزنوار إنها عاوزة تعرف إذا كان ابن عمها قدرتها يتجوزها ولا لأ. وبيقول لها الشيخ إحسان إن الرد هيجي لها دلوقتي من الجن نفسه. وبتبص جنبها وبتلاقي صاحبتها اللي كانت جايه معاها شكلها بيتغير وبيكون شكلها مخيف، وبتقول لها تبعد عن قدرته وما تفكرش فيه لأنه مسموم ومش مناسب ليها، وإن هلاكها هيكون على إيده، ولو ارتبطت بيها يملى حياتها كوارث ومصايب. بننتقل بالأحداث لبعد 12 سنة، وبنشوف أوزنوار بتروح لقدرته المحل بتاعه وبتقول له إنها ما شفتهوش من أسبوعين، وإنه حتى لو بعد عنها فمش هيقدر إنه يبعد عن ابنه اللي هي حامل منه، لكنه بيتعصب عليها وبيروح ضاربها بالقلم. وبنشوف كمية دم كبيرة نازلة من جسمها. بيتكلم قدرتنا صاحبه حافظ اللي بيجيب عربية وبيقدروا إنهم ينقلوا أوزنوار للمستشفى، وهناك بيدخل عليها قدرته وبيقول لها إن الجنين اللي في بطنها مات، وبكده مفيش أي حاجة بتربط ما بينهم، وبيطلب منها إنها تبعد عنه وما تقربش منه مرة تانية. وبتكون أوزنوار متعصبة من اللي حصل، وبعدها بيرجع بيته وبيسلم على مراته وبنته وبيدخل ينام. وبنشوفه بيحلم بكابوسه هو إن شاف بنته شايلة قانونيتها في إيديها، وبتطلب منه إنه يحطها في مكانها تاني علشان تقدر إنها تشوف. وبيروح بعدها يطمن على بنته وبيفتكر يوم ولادتها، وإن الدكتور قال له إن بنتك مش هتشوف أبدا لأنه اتأخر في إنه يجيب مراته للمستشفى من وقت ما حست بالولادة. بنشوف بعدها أوزنوار بيتكلم كودريت في التليفون لكنه بيكلمها بطريقة مش كويسة، وبيطلب منها ما تكلموش تاني مهما حصل، وبتتضايق منه أوزنوار جدا وبتقرر إنها تنتقم منه. وبنشوف أوزنوار وهي بتروح مرة تانية للساحر إحسان وبتعرض عليه كل الفلوس والذهب اللي معاها مقابل إنه يخلي قدرتي يحبها ويتعلق بيها هي وبس. وبيقول لها الساحر إنه هيعمل لمراته تعويذة خطيرة جدا، وإنه في قبيلة من العالم السفلي اسمها قبيلة إنذار، وإنه هيقنع واحد فيهم إنه يسكن في جسمها لحد ما يخلص عليها. وبيطلب منها إنها تجيب له أي حاجة تخص نيسا علشان يقدر إنه يعمل التعويذة وكمان صورة لكودريت. بتروح بعدها أوزنوار لبيت كودريت وبتسلم على نيسا وعلى بنته وبتقعد معاهم، وبعد شوية بتطلب منهم إنها تدخل الحمام، وفعلا بتدخل وبتاخد بواقي الشعر اللي موجود في المشط، وكمان بتاخد حاجات من السلة اللي موجودة في الحمام لأنها بتكون معتقدة إنها تخص نيسا وبتخرج من البيت. بترجع أوزنوار للساحر إحسان مرة تانية وبتديله صورة لعيلة كودريت وكمان الحاجات اللي قدرت إنها تجيبها من البيت، وبنشوفه بيعمل بالحاجات دي كلها تعويذه وبيقول كلام غريب، وفجأة بتحصل هزة في المكان كله. وبعدها بيقول لها إن الجن وافق على المهمة اللي اتطلبت منه، وإن نيسا مرات كودريت هتموت هي وكل قرايبها من الدم خلال 5 أيام. وفي الليلة الأولى بنشوف أم نيسا بتصرخ من غير سبب، وبتكون جايدة بنتهم جنبها وبتحاول إنها تهديها، وبتقوم نيسا علشان تصلي الفجر لكنها بتتفاجئ بحاجة بتقع عليها من السقف، وبتصرخ نيسا وبتخرج بره الأوضة وبتدخل أوضة بنتها علشان تنظفها، لكن فجأة بتسمع صوت من تحت السرير وبتشوف الصوت منين لكنها بتتفاجئ إنه صوت لعبة بنتها. وبنشوف نيسا بعدها بتقص شعر اللعبة وبتاكله بطريقة مخيفة وبشعة جدا، وبتحكي نيسا لجوزها على الحاجات الغريبة اللي حصلت معاها لكنه بيقول لها إنها أكيد اتجننت وبيأكد لها إن كل حاجة طبيعية. وفي اليوم التاني بنشوف أوزنوار في الشارع وبتشوف كائن غريب بيطلع لها من ورا الشجرة، لكنها بسرعة جدا بترجع للبيت، وفي أوضتها بتسمع صوت حد بيصوت وبتتفزع لما بتلاقي جوزها علي اللي مات وهو واقف في ركن الأوضة وبيخبط راسه في الحيطة، وبيكون دماغه كلها دم، وبيقول لها إنه عارف إنها بتحب كودريت، وبيمسك مشرط وبيقعد يقطع في جسمه، لكن بتفتح حماتها فجأة الباب وبيختفي كل حاجة. وبعد ما بتخرج حماتها بتلاقي المشرط موجود على الأرض وبيعور في رجلها. بنشوف بعدها نيسا مع أمها وبتقول لها إنها هتخرج تجيب لها الأكل وترجع، لكن لما بتوصل للمطبخ بتتفاجئ بأمها اللي ما كانتش بتتحرك من مكانها وهي موجودة معاها في المطبخ، وبترمي الأكل وهو سخن جدا على جسمها وبتموت وبتنهار بعدها نيسا. بيبدأ اليوم الثالث وبنشوف قدرته وهو بيكون لسه بياخد العزاء، وبعد ما بيخلص بيدخل البيت لكنه بيلاقي إن كل حاجة في البيت متغطية بملايات، وبيسمع صوت بنته وهي بتتهمه إنه السبب في عماها، وبتظهر كمان نيسا وأوزنوار وبيهجموا عليه، وهنا بتظهر بنته جاده وبيختفي كل حاجة كان شايفها. وبعد ما بيصحى بيتكلم مع نيسا وبيقول لها إنه كان بدأ يشوف حاجات غريبة بتحصل له في البيت، وبيقول لها كمان إنهم لازم يروحوا للشيخ. وبنشوف كودريت فعلا بيروح للشيخ وبيحكي له على اللي حصل، وبيقول له الشيخ إن في جن متسلط على مراته نيسا، وبيقول له كمان إنه أكيد في حد بينهم وبينه خلافات والشخص ده بيحاول إنه يخرب عليهم بيتهم بالسحر. وبيكمل الشيخ كلامه وبيقول له إنه اتعرض لموقف زي كده في أول جوازه لأن مراته عشقها جن وما كانش عاوز إنه يلمسها لأي سبب، وإنه تعب جدا في أول يوم وفضل 2.5 بعيد عنها، لكن ساعتها في شيخ جاله ورقاه ورجعت حياته طبيعية مرة تانية، وبيوعد كودريت إنه هيساعده زي ما الشيخ جاله زمان وساعده هو كمان. بنروح بعدها لنيسا اللي بتكون قاعدة في البيت وبتسمع صوت أمها جاية من الحمام، وبتفتح الحمام وبتلاقي أمها بترمي العيش في الحمام وكمان بتاكل منه، وبتحاول إنها تهجم على نيسا لكنها بتهرب وبتجري على أوضتها. بيدخل عليها كودريت اللي بيقول لها إنه اتكلم مع الشيخ وإنه هيساعدهم يتخلصوا من كل اللي هم فيه ده في اليوم اللي
اللي بعده. وفي الليلة الرابعة بنشوف أوزونار في الحمام وبيقطع النور وبتسمع صوت جاي من أوضتها، ولما بتروح تشوف في إيه بتلاقي إن نيسا قاعدة في أوضتها على كرسي هزاز وشايلة طفل صغير ميت ومتغرق دمه، وهي بتقول لها إن ده الطفل اللي هي كانت حامل فيه من كودريت، وبتحاول إنها تهجم عليها وتخلص عليها لكن فجأة بتختفي من المكان. ساعتها أوزونار بتتكلم مع إحسان عشان تفهم منه اللي بيحصل لها، وبيسألها إذا كان لها أي علاقة قرابة بنيسا لأن قرايبها بس هم اللي بيشوفوا الهلاوس دي كلها. وساعتها بتسمع حماتها المكالمة وبتعرف اللي عملته أوزونار في عيلة كودريت علشان تنتقم منه. بننتقل لنيسا اللي بتكون قاعدة مع بنتها، لكن فجأة بتقوم تقف على الكرسي وبتقرر إنها تعلق نفسها في النجف وتنتحر، لكن فجأة بيظهر كودريت اللي بينقذها في آخر لحظة وبيقول لها إنهم خلاص هيروحوا للشيخ وهيحطوا حد لكل اللي بيحصل ليهم في حياتهم ده. بنروح بعدها للشيخ اللي بيكون بيجهز لجلسة طرد الجن باستخدام القرآن الكريم، وبنشوف ساعتها أوزونار قاعدة لوحدها وبتاكل، لكن فجأة بيتحول الأكل ده لشكل دم وبيتحول شكلها هو كمان وكأن الجن لبسها هي وبيكون شكلها مرعب جدا. بيروح كودريت مع نيسا للشيخ وبيقول لهم الشيخ إنه عرف من حمات أوزونار إنها السبب في اللي بيحصل لهم ده كله، وإنها راحت لساحر علشان يتخلص من كل قرايب نيسا بالدم. وبيبدأ الشيخ جلسة طرد الجن من جسم نيسا، وبتظهر جايدة وبتحاول نيسا إنها تهجم عليها، وكمان بتحاول إنها تخلص على كودريت لأنه خانها مع أوزونار. وبيحاول ساعتها الشيخ إنه يخلص على الجن، فبيضرب نيسا ضربة قوية على راسها علشان يقتل الجن، لكن للأسف بتموت نيسا. فبيحاول كودريت إنه يقتل الشيخ لأنه هو اللي قتل مراته. وهنا بيفهم الشيخ إن الجن ما كانش ساكن جسم نيسا لكنه كان بيأثر عليها مش أكتر، وإن الجن كان ساكن بنته جايدة، وده لأن المنديل اللي خدته الزنار من البيت كان بتاع جايدة مش أمها، وعلشان كده كل قرايب جايدة من الدم اتأثروا بما فيهم أوزونار لأنها قريبة جايدة بنت كودريت، وده لأنه ابن عمتها. وبتفشل محاولة الشيخ في طرد الجن وبيكون هو اللي قتل نيسا، وبيموت كمان في الليلة دي كودريت وأوزونار وجايدة. وبنعرف بعدها كمان إن الشيخ اتقبض عليه بتهمة قتل كل الأشخاص دي لأن الشرطة رفضت إنها تصدق حكايته عن عالم الجن دي. ولحد هنا بتخلص حدوتة النهاردة. فلو عجبتك حدوتة النهاردة دوس لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا قناة الباش ملخصاتي، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. الفيلم ده كتبه أحمد عبد الله وسجله عبده فتحي، ويلا سلام.